رسميا أولى وتانية ثانوي بقت تراكمي، إلغاء فكرة العلمي والأدبي، فعملوا نظام التحسين بس بشرط واحد، والعربي والإنجليزي اشتغلوا من تالتة ثانوي، وأخيرا الدين اتضاف للمجموع. السلام عليكم. أعلنت الوزارة بعيدا عن الأزهر تحويل الشهادة الثانوية العامة إلى شهادة بكالوريا المصرية. السنة الأولى بقت سنة تمهيدية وهتدرس المواد دي، يا ريت تقرأها عشان مدة الفيديو. واحسن حاجه فيها ان ماده الدين بقت ماده اساسيه زيها زي اي ماده تانية وهتضاف للمجموع، وعجباني على المستوى الشخصي جدا لان احنا محتاجين نهتم بالدين شويه. بعد ما تخلص سنه اولى هتدخل بقى على السنين الاساسيه واللي هي هتحدد كليتك، تانية وثالثه ثانوي. خلي بالك ان مجموع تراكمي. وفي تانية ثانوي يا صديقي هتدرس المواد دي، بعد كده هتختار مسار من الاربعه دول وهو طب وهندسه واعمال واداب وفنون. كل مسار من الاربعه دول هيوديك له كليه معينه، يعني كمثال لو انا عايز ادخل هندسه فهدرس كيمياء وبرمجه، هعدي تانية ثانوي وادخل ثالثه ثانوي واللي هكمل فيه نفس التراك اللي انا اخترته وهدرس فيها الماده الدين كماده اساسيه، وهكمل المسار اللي انا اخترته اللي هو الهندسه واللي هدرس فيه الكيمياء والبرمجه، وفي النهايه بمتحن وبتطلع درجتي وبدخل الكليه اللي انا عايزها على حسب المسار اللي انا اخترته. بالنسبه للامتحانات فهي نزلت شويه قواعد ومنها اهمهم ان انت ممكن تدخل الامتحان مرتين، اول مره اساسيه لازم تدخلها وتمتحن فيها، تاني مره تدخل تحسن لو انت عايز تحسن. بس استنى يا صاحبي، هتدفع 500 جنيه على الماده الواحده لو تدخل تحسن فيها، يعني اي ماده تدخل تحسن فيها تدفع عليها 500 جنيه بقى، فلوس فلوس فلوس. وبس كده، عايزك تقول لي رايك في الكومنتات في النظام الجديد ده، مميزاته وعيوبه. وبكده يبقى وصلنا لحد نهايه فيديو النهارده، ويا ريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وحبيبي اشوفك الفيديو الجاي.